تخيل نفسك بعد ما الحساب خلص والميزان عدى وربنا أذن لك بدخول الجنة. تقف قدام أبواب واسعة عظيمة والرهبة والفرحة ماليه قلبك. أول واحد يستأذن ويدخل هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يقرع باب الجنة. كرامة ليه عند ربنا إن الشفاعة والافتتاح هيكون بيه. تتفتح الأبواب والملائكة يخرجوا من كل ناحية يحيوا الداخلين، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كأنهم بيقولوا: كل صبرك وتعبك في الدنيا ما راحش هدر، اتفضل النعيم الدائم. الجنة ليها 8 أبواب: باب الصلاة، باب الصدقة، باب الجهاد، وباب مخصوص للصائمين اسمه باب الريان. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. والأبواب دي مش ضيقة، بالعكس، ما بين مصراعين من مصاريع الجنة، كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرة. يعني مسافة الباب الواحد شاسعة جدا، لكن رغم كده يجي وقت يزحمها الداخلون من كتر عددهم. أول مجموعة هتدخل وجوههم منورة كأنها قمر ليلة البدر. أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، تدخل بنفس سن واحد، شباب دايم عمره 33 سنة. يدخل أهل الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 33. لا مرض، لا موت، لا هم. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. حتى الجسد ما فيهوش حاجة تؤذي أو تسيء، ما فيش بول ولا قذر، إنما هو جشاء ورشح كرشح المسك، يعني العرق ريحته مسكي. تستقر وتسمع الوعد: جنات عدن يدخلونها خالدين فيها، جزاؤهم عند ربهم خالدين فيها أبدا. ما فيش نهاية، ما فيش خوف، وربنا ينزع من قلبك أي غلة أو حسد كان في الدنيا. ونزعنا ما في صدورهم من غل. كل القلوب هناك صافية بيضة زي المية العذبة. ترفع بصرك تشوف قصور وغرف عالية مبنية فوق بعضها، لهم غرف من فوقها غرف مبنية، وتشوف خيمة من لؤلؤة واحدة ضخمة. إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه شاف قصرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه هناك. وأرض الجنة معمورة بالتسبيح، غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني كل ذكر هنا بيبني لك هناك. من تحت القصور أنهار بتجري، أنهار من ماء غير آسن، ولبن لم يتغير طعمه، وخمر لذة للشاربين، وعسل مصفى، وعيون مخصوصة تسنيم شراب المقربين، سلسبيلا، عذوبة ونقاء. تتقدم تلاقي فاكهة تختار منها، ولحوم طيور تشتهيها، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. يطاف عليك بأكواب وصحاف ذهب، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. خدم صغار وجوههم كأنها لؤلؤ منثور، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. والشراب هناك خمر لذة بلا صداع ولا أذى، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. والجلوس مهيأ على سرر مرفوعة، ونمارق وزرابي مبثوثة فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. تتزين بلباس من حرير ناعم، ولباسهم فيها حرير. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، تلبس أساور ذهب ولؤلؤ وفضة، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، وحلوا أساور من فضة. والطيب دايم حواليك، تلاقي أزواج مطهرة، ولهم فيها أزواج مطهرة، وحور عين، وتتجمع مع ذريتك وأهلك المؤمنين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. اللمة ما تتقطعش. الجو كله سلام، مفيش لغو ولا جدال، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. وأهل الجنة كلامهم دايما
تسبيح وحمد، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الجنة درجات كثيرة، أعلاها الفردوس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، وفيها غرف عالية شفافة لمن أخلص العمل. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. كل جمعة أهل الجنة يروح السوق، تهب ريح طيبة على وجوههم وثيابهم فيزدادوا جمالا. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحث في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. كل النعيم ده جميل، لكن أعظم نعيم النظر إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. اللحظة دي كل تعب الدنيا ينسى. أدا حتى آخر واحد يدخل الجنة اللي كان أضعف الناس يعطى نعيما أعظم من الدنيا 10 مرات. يعني مفيش حد يضيع من رحمة ربنا. وأول ما تخطو خطواتك جوه تلاقي نفسك مش في مكان واحد، لأ، الجنة درجات وجنان مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وفي أعلاها وأجملها الفردوس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلاها، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. يعني اللي يوصل للفردوس هو في أعلى مكان وتحت عرش الرحمن مباشرة. تتحرك أكتر جوه الجنة فتشوف الأشجار مش زي أي شجر شفته في حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. تخيل تفضل ماشي 100 سنة ولسه في ظلها، وثمارها دايما موجودة، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. يعني مفيش مواسم تنتهي ولا حد يمنعك من حاجة. وبعدين تلاحظ إن المكان كله منور، بس مفيش شمس ولا قمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يبولون ولا يتغوطون، مصابيحهم من ذهب. النور في الجنة نور خاص كله طمأنينة وجمال. وتلاقي نفسك بتتقابل مع ناس بتحبهم، الأصحاب، الأحباب، الصحابة، الأنبياء، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وتفتكر الحديث العظيم: المرء مع من أحب. يعني لو بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بصدق هتكون معاهم هناك. وسط كل ده تفتكري دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمه لنا: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. فكل ما تشتاق تقول: اللهم اجعلني من أهلها. كن الجنة مش بس بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يعني لازم نسعى ونجتهد، وفي الآخر مهما سمعنا أو تخيلنا الحقيقة أكبر من كده بكتير. كل اللي اتقال ده جزء صغير. قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني مهما حكينا الجنة أكبر من الخيال. بعد ما شفنا تفاصيل الجنة، قصورها، أنهارها، نعيمها، وأجمل حاجة فيها إنك تشوف وجه ربنا الكريم، لازم نسأل نفسنا: هو إزاي ندخل الجنة؟ الموضوع مش صعب، الباب مفتوح قدام كل واحد فينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يعني اللي عايز يدخل الجنة يحافظ على صلاته، يبر والديه، يكون صادق وأمين، يبعد عن الكبائر والمعاصي، ومن يأسش من رحمة ربنا مهما عمل. ربنا وعدنا وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها
لا يبغون عنها حولا. الجنة مش بعيدة، الجنة قريبة من أي قلب صادق عايزها. اللي عايز الجنة يبدأ من دلوقتي بخطوة واحدة ممكن تغير مصيره للأبد. واستنانا في الجزء الثاني عشان نعرف إيه اللي بيحصل في الطريق الثاني، جهنم. وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.